الرحمن الرحيم والصلح خير. القضية مشاجرة أساسها الفريقان. الفريق الأول خالد محمد صلاح العبود بن مورك، الكفيل الشيخ أحمد ديبان أو شحاتي. الفريق الثاني أحمد حماد الرحمون من اللطامني، الكفيل حج عبد الكريم الرحمون الرحمن. اجتمعت اللجنة الشرعي والصلحي في مضافة الأخ مهنا الخليل، وبعد سماع أقوال الفريقين في قضية الخلاف التي كان سببها مشاجرة نتج عنها مقتل صلاح خالد عبود بن مورك رحمه الله، ومقتل عدي أحمد الرحمون رحمه الله من اللطائف. وعلى ذلك تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي: 1. تنازل أولياء الدم بالعفو عن حقوق المتوفين المذكورين من كلا الطرفين. 2. تعهد الفريق الثاني بدفع مبلغ مالي قدره $5000 أمريكي إلى الفريق الأول، وهي قيمة أضرار السيارة. الدفع بإذن الله قبل تاريخ 5/1/2023. 3. تم العفو من الفريقين عن بعضهما البعض عن ذاك الأضرار الأخرى التي حدثت في تلك المشاجرة والمتضمن المادي والمعنوي. 4. تعهد كل من الفريقين بإسقاط جميع الدعاوى المقامة بخصوص هذه القضية، ولا يحق لهما إقامة دعاوى أخرى بخصوص هذه القضية بنفسها. هذا الصلح الإقراري تم بحضور الفريقين وبموافقتهم. شكرا لكل من سعى من رجال الصلح والتصرف العام